السلام عليكم، معكم قناة شيوة هيثم. تنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد البليغات اللي تيجيو اكثر من رائعين. المقادير عندي هنا واحد نص كيلو تاع الدقيق الابيض، دقيق الفرص، ونص كيلو ديال سميتو تاع الجلجلات السمسم انا شديتو حمرت غسلته ونشفتو حمرته في الفران هي شويه ماشي بزاف باش ما يتحملناش بزاف. انا دابا نخلطو هنا مع الدقيق، درت غربت الدقيق ودخلت مع هذاك السمسم صافي. عندي هنايا واحد المعلقه تاع النافع وواحد شويه تاع الملحه، معلقه صغيره ما تكونش عامره، معلقه القرفه، خماره حمراء، واحد صفر ديال البيضه، واحد نص كاس ديال الزيت، واحد معلقه كبيره ديال الخل، واحد شويه تاع المسكه الحره مستيكه، وعندي هنايا 4 المعالق ديال الزبده. انا درت زبده تاع البواطه ذوبتها حتى حيت من هذاك اللبن تصفى من هذاك اللبن اللي فيها صافي باش غادي نعجن. وعادي نجمع العجين بواحد 2 كيسان ديال الماء الزهر. فاش نبي ندير الماء تاع الزهر غادي ندفيه في البوطه عاد نديرو. عاد نبدا نضيف دابا العناصر، نضيف هاد صفر البيضه، نضيف الخل، ونضيف الزيت حتى هيايا، نضيف هاد المسكه، نضيف هاد النواشف كلها ميه، نضيف القرفه والخميره، غادي نضيف العناصر كلها ميه صافي. غادي نخلطهم مزيان بيديا، غادي نخلطهم مزيان حتى يترملوا، ونجي مع ماء الزبده، عاد نجمع ديك الساعه ماء الزهر، ماء الزهر حتى ندفيه يدفى لنا شويه باش تجينا العجينه ساهله ما تجيناش صعيبه. عاد نضيف دابا هاد الزبده، نبدا نرمل مزيان حتى لنا العجينه طيب مزيان. شتي الزبده ذوبتها حيت من هذاك اللبن ديالها تيكون فيها صافي. غادي نبقى ندير هكا حتى نرمل العجينه مزيان اللي عندي، نبدا نديرها بحال هاد الشكل هكا باش تجينا العجينه ناجحه. صافي دابا نمشي نسخن الماء الزهر، غادي نعبر واحد 2 كيسان ديال الماء الزهر، نضيف ثاني الكاس الثاني، ونجيب حتى ندفيهم مزيان هما باش نجمع العجينه باش تجيني العجينه ساهله اللي كنت ندير. بعد ما دفيت الماء الزهر غادي نجي دابا نجمع العجينه ديالي. انا راه رملتها بديك الزبده والزيت تترملات لي العجين مزيان صافي. دابا غادي نجي نجمعها، صراحه تجي العجينه زوينه وناجحه، صراحه تجي زوينه بزاف ما تتعذب ما حتى شي حاجه. بعد ما دلكت العجينه مزيان تتولي لنا على هذا الشكل، تتولي رطبه دلكها مزيان، دلكتها شفتها تتولي لنا على هذا الشكل. غادي نقسمها على 5 الكويرات. والجلجله اللي كنا غسلناه وبغينا نحمرو هي شويه، ما نحمروش بزاف حيت الا حمرنا بزاف فاش نقليوها تجينا فيه مذاق المروره ما تيجيش زوين صافي. ندير الكويرات بحال هكا، بعدين نشد واحد البلاستيكه ونديرها فيها باش نخليها ترتاح، نديرها في البلاستيكه ونخليها ترتاح شويه. عاد نجي نبدا باش نقطع. العجين اللي عندي في هاد السنينات وباش غادي نقطع نوريكم مزيان باش تصيفطنا في هذوك السنينات صافي. نزرناهم تنجي تنتني هاد النص، تنتني عليه هكا ونعاود ندير هاد النص هكا ونوريك هنايا شتيها
تجينا بحال هذا الشكل. عاود نصايب معكم واحده اخرى. انا عندي بليغات كنديرهم داك شي عام هذا، عامين هادي فاش بحال حليت القناه كنديرهم هذا هكا عاديين كي كنوالفين تنجيو عاديين. انا عجبني هذا الشكل قلت نشاركو معكم، شتي حتى هو تيجي زوين وراقي صافي. عاد ندير الطاوه وعاد نكمل العجين كلها اللي عندي عاد باش غادي نبدا نقلي على ما تنشف لنا باش ما تحنش مزيان. ونحاول نجمعوا هاد القنيطات هادو نجمعوهم مزيان ونركو عليهم بصبعنا مزيان باش ما يتحلوش لنا في القليه، حيت الا ما وركناش عليهم راه غادي يتحلوا لنا في القليه. هنا غادي نحيدها من الزيت حتى تنقلوا على هذا الشكل، ماشي تتكون تتبان تحمرات. من نديروها في العسل تجي هذاك اللون هو هذاك ديالها تكون طيبه. نحاول نصفيها شويه من الزيت ما تبقاش فيها ديك الزيت ونديرو في العسل صافي. كندير دابا العسل، منين تشرب لنا العسل مزيان غادي نزوقها باللوز. ها هو كيف بحال كدايره دابا، وتنصفها بواطه وتنفرق بيناتهم بالسلوفان صراحه، وتنحطها في الكونجيلاتور فاش نبغي نحتفظ بها صراحه تتبقى مده طويله تجي زوينه بزاف. بعد ما وجدوا لنا البليغات ديالنا تيجيو على هذا الشكل، تنتمنىهم يعجبوكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وكاع اللي دخل القناه جديد تنقول له مرحبا بك وشكرا لكم بزاف.